بصي يا جمرة، منك ليه؟ احنا اتغدينا الحمد لله، كلنا وشكرنا. الف حمد وشكر لك يا رب. وتعالوا اوريكم بقى. طبعا انتوا عارفين انا بخلي دي مفتوحه. الاول كانت من بره يا بنات، عشان البخار زي ما قلت لكم ما يطلعش وينتشر في الحاجات اللي هنا دي. وحاليا هديت حطيتها، بس برضو سايباها مفتوحه عشان البخار يطلع ما تغمقش من جوه يا بنات، وتبقى لونها غامق وما ينضفش. اي نعم، هي لونها من جوه واخده اللون اللي واخداه مصفر على قد القعده، اللي هو السخان يا بنات، سخان الميه، بس هي كلها بيرفكت. انتوا عارفين وده عليه بصوا. مش عارفه هتشوفوها ولا لا، ما علينا، مره تانية اوريها لكم. خلينا دلوقتي في المفيد. طبعا زي ما قلت لكم طلب بصل بصراحه وكل بصل، فانا ما رضيتش ارمي الزباله يا بنات، عزكم الله، الا بعد الغد. حاليا حطيت البصل فيه، وحطيتها عزكم الله في السله الكبيره، عشان ما اشمش اي ريحه في مطبخي غير ريحه ايه؟ النظافه وحركات وتكات ودعال. يا بنتي الساعه 11 ونص تشربي قهوه؟ ما انت شايفاه يا اما، ده من ميني قهوه، شايفاه؟ يعني يا دوب. انتوا عارفين طبعا الشاي المحمود والقهوه الهدي. اللي هي هدى القهوه الساعه 11 ونص حبيبتي، معايا حبيبتي شويه حاجات عايزين يتعملوا. فهي القهوه بصراحه يعني ايدي التانية اللي بتساعدني في البيت، بتخلي مزاجي حلو ومودي حلو. وانا عايزه اخلص معاكي ايه؟ هدى علي ان شاء الله باذن الله هحط الحاجات دي في الغساله او هغسلها على ايدي، وهشيل الاكل ده احطه في الفريزر يا بنات، انا عاملاه بزياده وهشيله واحطه في الفريزر واغسل الطاسه. ومحمود جايب لي كيلو لبن حبايبي، عايزه اغليه، وعايزه اشيل المواعين دي، وعايزه اظهر غسيل، وعايزه اكمل الاوضه. بالله عليك عايزه كام فنجان قهوه؟ ولا 10 فناجين يما. المهم، انا مش عارفه، جوزي مش مقتنع ان انا بقلب له الشاي، يقول لي حتى لو قلبتيه هاتي معلقه اقلب. انا مزاجه يا بنات، مهما قلب في المطبخ لازم يقلب هو بايده. فباخد له يما المعلقه معايا وبراحته. وانا عملت فنجان القهوه، هشرب فنجان القهوه واظبط المطبخ اللي ما بيخلصش، لسه مظبطه معاكم. عشان والله ما قلت الاذكار ولا الدعاء لامي، هروح اقول الاذكار والدعاء لامي برضه انا بشرب القهوه، وهظبط المطبخ بتاعي وهخش على الاوضه. احتمال انزل الفيديو يا حلوه منك ليها لحد دلوقتي، او هكمل عليه، مش عارفه. هروح اشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا. بصوا يا بنات، والله العظيم عم هسس هيجنني. خلاني طلعت كل السجاد اللي في الاوضه، شايفين؟ تعالوا اوريكم اللي حصل. ايه اللي حصل واللي كان يهود عليه؟ الساعه 2 الا ربع، والشيطان يقول لي انت تعبانه وما تعمليش اي حاجه وسيبي الاوضه على كده. قلت له يعني ايه؟ النظافه من الايمان والوساخه من الشيطان. قال لي مش مشكله، انت تعبانه وعملت المطبخ وعملت اكل وعملت الشباك المهم وقعد يغني لي ايه؟ اغاني ايه بتاعت بالليل. على الساعه واحدة بالظبط انا دخلت الاوضه، كانت حاجه بسيطه فيه. ايه اللي عملته؟ طبعا كان الازاز كله ما اتلمعش، اتلمع كل الارفف دي يا بنات، اتلمعت وتلمع اللي عليها وتغير الديكوريشن. يعني كانت الفازه دي فوق، نزلناها تحت وطلعنا دول فوق. شايفين؟ لمعت بوكسات الحج اللي فيها العلاج وكل الازاز وكل ال الارفف. ودي زي ما قلت لكم دي رف يا بنات، بالنسبه لي برضو بتلم وبر وتراب. اتلمعت وتلمع الخشب كله النهارده، كل الخشب هو ده عالي والباب من بره ومن جوه. شديت حبايبي بوكسات، هنور النور عشان تشوفوا ايه الدنيا رايحه فيها. المهم، لمعت خشب الاوضه كله النهارده وقايله لكم الكلام ده، ولمعت الازاز كله، غيرت ملايه السرير حبايب قلبي، لمعت ازاز الدولاب بتاع الحاج، كنست الارضيه بالمكنسه اللاسلكيه يا بنات، مسحت الارضيه، لمعت البوكسات اللي هو الحافه دي يا بنات، بتلم بالهبل. بصوا انا عايزه اوريكم، شايفين؟ ده انا كمان طبقها، بصوا عشان لما اقول فيه البني ادم ما بيشوفش الا لما بيعمل. بصوا ادي حته وادي حته تانية غير الحتت اللي تحت الرخامه اللي انا عاملاها معاكم. شايفين؟ كذا حته بيضه، كذا حته فيها والله وبر وتراب عشان شايلين السجاد. الله المستعان على الوبر والتراب. خدت البوكسات دي كلها كده يا بنات، كل الحافه دي من اليمين والشمال وورا وقدام، وشديته وشغلت المكنسه تحته ومسحته، رجعته تاني ومسحت الخشب ده اللي انا قلت لكم بعض الخشب ما اتمسحش، مسحته. التسريحه بكل اللي عليها يا بنات، الايدين السوداء خدتها بدري مع الخشب، لكن دلوقتي خدت الازاز، خدت الطبق بكل اللي عليه، كل البرفان يا بنات اللي على الطبق اتمسح، المرايه كلها طبعا، والحافه اللي فوق دي يا بنات
كبوس النور كلها بنات، كبوس النور بلا استثناء من تحت لفوق، الباب من بره ومن جوه. وحده الدراج شلت السجاد بقى، عمو هسه قال لي شيل السجاد عشان ناخد وحده الدراج الخشب اللي هنا والتسريحه اللي هنا ونكنس تحت لا يكون تحتي وبر. والله ما كان فيه الهوا بس اهو دماغ يعني رايقه ومش متضايقه. هدى علي بقى كده وعمايلها. المهم خليت الاوضه بيرفكت حبايب قلبي، ومسحت الارضيه بعد ما كنست بالمكنسه اللاسلكي. عايزه احطها على الشحن يا بنات عشان الشحن ابتدى يضعف. كل السيراميك اتمسح، البوكسات دي اتمسحت من هنا من قدام، بس بصراحه ما شدتهاش المره دي، هي دي ما شدتش، واللي عليها ده كله اتلمع، وانتوا عارفين الخشب كله اتلمع. والملايه يا حبايب قلبي اتغيرت وتغير. بصوا السرير هنا مزنوق يا بنات، مش عارفه اظبط الملايه يا ماما، الملايه ايه المرايه دي يا لهوي. ابصوا ده مكان السجاد. بصوا عم هسس وعمايله. انا هضطر دلوقتي السجاد اللي انتوا شايفينه بره كله زي ما خرجته هاجي ارصه هنا. مسحت التكييف يا بنات من بره ومن جوه زي ما انتوا ما شايفين، خليته زي الفل. الله المستعان. كده بصوا يا بنات، يعني هي راحه نفسيه بصراحه. لا يعني بصوا مش عارفه اقول لكم ايه عن النظافه. النظافه جميله قسما بالله. انا لو تسالنا عن النظافه اقول فيها شعر. ده انا الفيديو النازل بغني لكم فيه، والله الفيديو النازل بغني لكم فيه. حاليا حبايبي هجيب الغسيل الابيض كله الزهر هنشر. بصي لما تنشري غسيلك على حبال نظيفه وعلى شباك نظيف وعلى مشابك مغسوله ونظيفه، يعني ده هنشر وهوريكم دلوقتي الحبال وهوريكم الدنيا عامله ايه. ان شاء الله الفيديو يكون بفيد وبتكوني بتشجعي وتقومي. انت عارفين الكوشن ده اتغسل وتحط مكانه هنا، والارضيه نظيفه، وانتوا عارفين هو تعالى ما بتبطلش كنس ومسح، فخليت المكان زي الفل. حبايب قلبي هحط قدري انا بقى، قدري بصراحه. حتى علبه المناديل اللي بنات هغسلهم بس لمعت، عبال ما اغسل بقى لمع. هروح ارص السجاد كله وهنشر وهرجع اوريكم. يلا بينا. سيبك انت، قسما بالله احلى روتين عند هدى علي. وحيد ابوك يا شيخ، وحيد ابوك كان ينفع الغسيل الابيض شويه الغسيل الفل الياسمين الورد دول كان نفعوا يتنشروا على احبال مش ممسوحه، شباك مش ممسوح، اوضه مش ممسوحه، حاجه مش نظيفه. شايفين الغسيل بيتكلم عن نفسه. مظهره فين يا هدى؟ مظهره في الغساله. الملايه دي يا بنات نفس الريحه والتسريحه اللي انا فرشاها على السرير دلوقتي، جايباها بالمتر، بس قطن صافي تقيله جدا. فلما بحط الزهره هي وبتلف بتاخد غيرات داخليه بتاعت محمود، يعني في كم شرط ما تظهرش حلو بس ماشي حاله. شايفين الغسيل بيتكلم عن نفسه قسما بالله. الروتين مش يلا هنعمل روتين او يلا هننظف، والله النظافه لها اساسيات، واساسيات بتريح، والنظافه بتبان. وانا مش راضيه انور النور عشان ما يخشش الدبان يا بنات. الغسيل بيتكلم عن نفسه، الغسيل بيتكلم عن نفسه. شويه نصايح للغسيل حبيبه قلبي اللي بتجهز او اللي بتجدد او البنات اللي لسه بادئين. هاتوا مشابك بلاستيك للغسيل الابيض، هي ما بتنفعش كتير في الفوط والحاجات التقيله. حتى بصوا يا بنات انا هنا في الفوطه حاطه مشابك خشب علشان بصوا بتلم الغسيل. بس حلوه في حاجه واحده، مش هتخلي الغسيل الابيض عندك يصدي. المشابك الخشب فيها اللي هي الحديد ده يا بنات، فبصدي في الهدوم البيضاء. فكانت على طول انا دايما انشر الفانلة من فوق زي ما انتم شايفين، فكانت على طول تعمل صدى على الهدوم البيضاء. فبصراحه اغلبيه المشابك دلوقتي بلاستيك، واحتمال ما اجيبش خشب تاني الا حاجات قليله اللي عندي دول، وبعد كده هجيب بلاستيك على طول يا بنات، الوان او ابيض. ليه هدى؟ علشان الصدى. الروتين فن يا بنات. يعني انا اعوذ بالله من التاني، اول ما بدات في الاوضه طبقت كل الغسيل. قسما بالله كنت ابغى افتح لك الدولاب بس لا خلاص يما ده الساعه 2، يعني انا خلاص عايزه اقفل الدكانه يا حبيبتي. خلاص تعبت، الدكانه عماله تطلع روتين روتين روتين. مفيش نوم يما. المهم الغسيل كله اتطبق، الغسيل اتغسل. هو الغسيل ما بيخلصش مع هدى علي، انتوا عارفين تغيير الفوط واللي يعني حاليا اتثبت برضو فيه هدوم عايزه تتغسل بس مش هحطها هنا في الغساله. ومعايا المنجد امبارح يا بنات جاب لي الثلاث وشوش بتوعت المراتب بتوعت البلد، برضو عايزه اغسلهم واحط لهم دوني والفهم لفه حلوه زي الستار واحطهم تحت السرير. الكلام يحلى على الغسيل، الغسيل يفتح النفس. ده وانا طافيه النور، والله طافيه النور، ما فيش الا بس فلاش بتاع التليفون بس، والغسيل بسم الله ما شاء الله اكبر منور.
الروتين يا حبيبتي ليه اساس. عشان تغسلي شويه بغسيل ابيض زي دول محترمين حلوين، يكون حبالك حلوه ممسوحه حلو، شباكك ممسوح حلو، المشابك مغسولي، يكون عندك حبه غسيل. ما ينفعش يا بنات نيجي ننضف الاوضه وناخد الغسيل نحطه في الانتريه، طب ما هو كده كده عليكي، يعني كده كده عليكي. لكن انا لميت الغسيل كله الفاتح على الغامق على الحتت التنظيف بتاعتي، وطبقت الدولاب بتاعي كله دريسنج روم يا بنات، ووحده الدراج كله 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 تشيك عليه من جوه بجوانتي مايكرو فايبر، وشويه ملمع خشب بليدج يا بنات. وبصراحه شيكت على الدريسنج روم كله كله والازاز كله، خليت الاوضه بيرفكت والله يا بنات ولا اروع. قسما بالله احلى روتين هتلاقيه عند هدى علي. ما بشكرش في نفسي بس، افعالي يا بنات افعال رحمه امرئ عارف قدر نفسه، عارفه قدر نفسي جدا وماشيه صح جدا، وبمشي بصوا بمزاجي، بمزاج يعني مزاج المزاج. ما كانش كده انا تنظيفي اعوذ بالله من قلت انا وبيتي كاني يا ابو زيت ما غزيت، كاني ما غزيتش خالص. لازم اللي في مخي يمشي حتى لو جيت عن نفسي شويه، بس بريح نفسي. يعني ان شاء الله باذن الله يا بنات هنتقابل على روتين جديد وعلى يوم جديد بفضل الله. ولو لنا عمر وعشنا على كلمة أم ربنا يرحمها هنتقابل وهنعمل روتينات وهنمشي صح في الروتينات، وهوريكم يعني ايه الروتينات ويعني ايه النظافة. النظافة الحلوة، النظافة المبنية على أساسات. الأساس لما يكون مبني صح الدوار بتطلع حلوة، والروتين قلنا مبني على أساس صح، مش يلا هنعمل روتين يلا ننزل فيديو يلا نوري الناس يلا عايزين دولارات يلا عايزين فلوس مصري. أنا عايزة أوري البنات اللي لسه بادئين واخواتي يبداوا ازاي وحبايبي يبداوا ازاي، في فلوس في ما فيش، كفايه ان احنا ندعي لبعض ونحب بعض. وانا حابه يا بنات والله 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 انا حابه النظافه، واخداها يا بنات كهوايه كهوايه. يعني في هوايه للطبخ، في هوايه للحلويات، في هوايه اي هوايه يا بنات، في هوايه لحفظ القران، في هوايه اي حاجه تجي على بالك هوايه او حاجات بتتدرس. انا واخده النظافه كده، حاسه اني لاقيه نفسي فيها قسما بالله. عشان كده بخدمها بحب وباتقان وبملل شويه، يعني بمل نفسي فيها، بس الملل اللي انتوا شايفينه فيها انا حابه ليا. حبايبي ان شاء الله تستفيدوا مني، وان شاء الله الزهره دي في الغساله لو عايزين زهروا في الغساله يا بنات. وان شاء الله تكون القناه بتفيد، وكل ما هو جديد ومفيد مع هدى عالي. تصبحوا على خير، هنتقابل على فيديو جديد وروتين جديد. والكلنا عمره عشنا برضو على كلمة أمي، هنشوف بعض وهنعمل روتينات. حاليا حبايبي الساعة 2 هروح أصلي قيام الليل وهغسل أسناني وهاخد شاور. تصبحوا على خير ونتقابل على يوم جديد إن شاء الله بإذن الله. كتبتي لي حبيبتي بتقول لي هدى أنت متأخرة ليه؟ والله حبيبتي الفيديو بيحمل على اليوتيوب على التيك توك. إن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. باي باي. اهلا اهلا حبايب هدى علي، صباح الفل والورد والياسمين على الناس الصحيين. اكيد كله صحي على الساعه 2 وشويه. وكالعاده ربنا ما يقطع لي عاده يا حلوه منك ليها، ولا يقطع لك عاده وانا بره الحمام انا نظف وعطر وانزل وانت تشوفي الفيديو وتنظفي وتعطري وتتهني انت وجوزك وعيالك يا قمر. وكالعاده النشيد، نشيد الصباح تعود علي. الا يا اختي صح، في واحده بتقول لي ما فيش جديد عندك. لا يا حبيبتي ما فيش جديد عندي، هو نشيد الصباح يا ما بيتغير؟ نشيد الصباح في جديد. انا نشيد الصباح بتاع الصبح. الجديد عايزانه اقول لك اتطلقت ولا اعمل لك تحدي اكل؟ بص حبيبتي، محتوايا روتين يومي اللي بيحصل في تفاصيل حياتي هيتصور في قناتي. حلوه. بقول لكم شعر على الصبح، لسه ما فطرتش وفايقه عليكم فوقان فاخر من الاخر. امال يما لو فطرت وشربت القهوه بتاعتي هعمل ايه؟ هغني لكم، انا في كل فيديو بغني. المهم حبايبي، طبعا انا لسه الفوضى مغيرها امبارح، بس لو تساليني ابغى اغير الفوضى النهارده. بس بصراحه السبت اتملك. محمود خد له شاور وغيرت له ترنكينه يا بنات، ترنك الخروج وترنك البيت اللي بيقعد بيه. وانا طبعا تغيير 24 ساعه ماما في الهدوم، فالسبت الحمد لله اتملك كالعاده. هوريكم. ومعايا الثلاث وشوش المراتب بتوعات البلد عايزه اغسلهم وعينهم مطبقاهم ورميهم في الارض في الانتري. يا هدى انت رميهم في الارض، ده انت النظافه مش عشان هيتغسلوا والارضيه زي الفل. هوريكم. المهم خليت الحمام زي الفل ومش هغير الفوط زي الفل. انتوا تشوفوا اللمعان والنظافه وانا اشم الريحه الجنان. وكالعاده ربنا ما يقطع العاده اهو قفلت القعده. بصراحه نسيت وخلاص همسك التليفون اصور، افتكرت القعده. حتى انا وبصور كانت لسه بتقفل القعده يا بنات، بتقفل اوتوماتيك مش يعني تترزع رزع بتاعت البلد. اسكتوا يا بنات، انا متعوده على دي لها فتره. دي لما تقفل اوتوماتيك مع نفسها كده. انا فاكره بتاعت البلد زيها يما، بس بتاعت البلد ارخص منها.
عشان ابقى صراحه في السعر. واروح لك هناك ياما في شقه البلد في الحمام، حتى محمود يتخض يقول لي ايه ده، انا اسيب الغطا بتاع القعده ياما كاني قنبله في الحمام، بو، اقول له انا بنسي، انا فاكراها زي بتاعه مصر. المهم تعال نعطر حمام هدى علي نخليها بيرفكت بيرفكت. حط فشاش فشاش على الاختين الحلوين هدى وهناء. ده الروتين اليوم، وهفضل كل ما اصور اقول لسه ليه روتين جامد معانا زيه زي الشقه يا بنات. يعني هبقى غسلاه زي كده. بصوا يا بنات الحاجات دي بتفرق النظافه، عشان تبداي روتين عميق لازم تعملي اليومي معاه. بصي حبيبتي، في واحده سالاني ادي الفوط اللي انا قصاها يا بنات اتهربدت معايا، قصيتها للحاجات دي. بغسل ونشف، بنشف يا بنات الخلاطات، كل الخلاطات، يعني في خلاطين في الحمام، وبنشف الاكره بتاعه الشطافه الخارجيه، وبنشف مراياتي، وبنشف الدش يا بنات. زي ما انتم ما شايفين اللمعه يا قمر منك ليه، زي ما انتم ما شايفين اللمعه حبايب هدى علي. فكله بيتنشف، حتى الارضيه يا بنات. وانا قايله لكم قبل كده الخيشه اللي انا حطاها دي بشطفها كذا مره في اليوم عشان ما حدش يقع لا قدر الله، وتبقى ثابته في مكانها. وبنشف الارضيه وبنشف القعده وبنشف كله، بخلي الحمام زي ما انتم شايفين. الفوط اللي بتتهربد عندي يا بنات خالص بقطعها للحاجات دي، والفوط اللي ماسكه نفسها عاملاها دواسات قدام الباب. حبايبي زي ما انتم شايفين خليت الحمام زي الفل. يوم جديد وروتين جديد مع هدى علي. تعالوا اوريكم الحوض كمان خليته ايه، يلا بينا حبايبي. زي ما انتم شايفين انا غسلت الصبانه ومسحت الحامل ولمعت كل السيراميك والرخام. غسلت الحوض حبايبي، وغسلت الحنفيه ونشفت الحنفيه حلو، حطينا الديكوريشن من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال، والحته لسه مغيرها معاكم امبارح. والحوض زي الفل، والبشاكير بتاعته نضيفه عشان مغيرها امبارح، مش هغيرها النهارده حبايب قلبي. وده يوم جديد وروتين جديد مع هدى علي، ان شاء الله هنصور وننزل روتينات تعجبكم والقناه تكون بتفيد حبايب قلبي. انا الصراحه انا بفوق. محمود قال لي انا هاخد شاور، قلت له خد انت شاور عشان اخش انا اخد شاور وادي شاور للحمام. انا احب دايما يا بنات اكون اخر واحده في البيت، عشان عارفه ان انا هظبط الحمام، هيقعد اليوم كله متظبط تظبيط فخر من الاخر بصراحه. فهو دخل خد شاور، عبال ما هو خد شاور انا اسكت يما لا ما اسكتش. دعكت اسناني، شربت كوبايتين 3 ميه عشان اخس يا بنات زي ما انتم عارفين، ولحد دلوقتي ما فطرتش. فقلت الدعاء وقلت الاذكار، قلت الدعاء لام ربنا يرحمها، وقلت الاذكار الحمد لله. في اذكار الصباح يا بنات، وفي اذكار الاستيقاظ من النوم، يعني لما تصحي من النوم في دعاء، غير بقى اذكار الصباح. لو عايزين اوريكم البرنامج يا بنات قدامكم اوريكم. يعني في برنامج، في البرنامج برضو اول ما تصحي من النوم في دعاء بتقوليه، اول ما تفوقي كده على السرير تقولي الدعاء ده، غير اذكار الصباح. فانا قلت كله الحمد لله. وحاليا حبايبي متوضيه هروح اصلي. الساعه دلوقتي 2 يا بنات الحمد لله. ده انا بقول لكم في الحمام 2 وشويه، لا هي 2 و5 الحمد لله. الموضوع النهارده ما نمتش، اي نعم نفس الحلم ونفس الاشخاص، ربنا يصلح الحال. بس الساعه 12 بالظبط قمت بصراحه، قلت عبال انا مفوق، وانتوا عارفين هدى علي في الغسيل الحمام، واروق على نفسي واروق على حالي، عايزه لي ساعتين 3 يما. فالمهم هروح اصلي حبايبي وهفطر وهرجع بيكم نشوف هنعمل ايه، وهنخش المطبخ الدنيا هتعمل معانا ايه. يلا بينا. اهلا اهلا مره تاني في المطبخ. ما هي بتاعت الحمام غير المطبخ، كل مكان في الشقه يجمعني اهلا وسهلا بكم فيه حبايب هدى علي. الحمد لله كنا وشكرنا وصلينا وقرينا الحمد لله الحمد لله. المهم غسلت اللي تغسل على ايدي، حطيت شويه حاجات في الغساله، عملت فنجان الروقان والفوقان في نفس الوقت. شغلت الغساله هوريكم اللي هي بتاعت الهدوم، غسلت الاطباق لسه. فين الديكوريشن يا هدى علي؟ وايه الفرشه نظيفه زي الفل. دي الفرشه اللي اتغسلت امبارح زي ما انا قلت لكم. ما انا جايه لك في الكلام، هوريكي الديكوريشن راح فين واللي انا عاملاه. بس المهم افوق واروق. الحوض زي الفل زي ما انتم شايفين. السله فيها حاجات بسيطه خالص لا تذكر، بس مش هغيرها دلوقتي يا بنات لسه خالص. شايفين يا دوب منديل. وطبعا انا فطرت رقاق يا بنات، فكان في حتت في الرقاق ما بتبش حلو يا بنات، او بتبقى طريه حلوه باللبن فبشيلها. ومحمود نفس الريحه والتسريحه. فطرنا زي بعضينا، بس هو باختلاف ان عيش شمس بس انا رقاق، وهو باختلاف ان شاي ولبن بس انا لبن سادي، يعني لازم الاختلاف انا وجوزي بالذات. وطبعا الامن هنا مسكت، بس ده هيطلع بره يا بنات. انتوا عارفين امبارح ان انا دحكه الارضيه وغسله الحيطان دي ومخليه الدنيا بيرفكت بعد ما انا عملت الاكل. النهارده يومك يا هدى، النهارده يوم ان شاء الله باذن الله هيكون زي السكر وزي العسل. كلمني واحد عزيز على قلبي او بعت لي على النت واحد عزيز على قلبي، قال لي انا جاي لك النهارده. جه اليوم زي السكر، ما جاش برضو اليوم زي السكر. واحنا قلنا كل يوم جديد من عند ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كويسين وبصحه وعافيه، وحبايبنا كويسين وبصحه وعافيه بالدنيا وما فيها.
اللي جه حبيبي جه واللي ما جاش براحته. المهم حبايبي ان شاء الله باذن الله عملت فنجان القهوه اللي انتوا شايفينه ده. هشرب فنجان القهوه يا قمر منك ليه. وتعالى اوريكي عملت ايه. شغلت الغساله الحمد لله. الغساله خدت يا بنات وشين من المراتب بتاعت البلد الحمد لله. انا كنت فاكره انها هتاخد وش واحد عفوا يا بنات شرقه تانية. يا رب يكون حد جايبنا في الخير يا رب والنبي يا رب في الخير يا رب. فالمهم شغلت عليهم الغساله. هوريكم حطيت 2 وقاعد 1 بس ان شاء الله يطلعوا دول يا بنات برضو واريحها ساعه ولا 2 و عفوا يا بنات اشغلها تاني. المهم حبايبي ايه اللي انت عاملاه على البوتاجاز ده حبايبي. النهارده معانا شغل جامد وشغل فاخر من الاخر. انا البوتاجاز ده غالي علي سعر وغالي علي نظافه وغالي علي، بس مش هو بس، اي حاجه في بيتي غاليه علي قسما بالله. لما اخذ يا بنات لو شبشب شارياه غالي علي، ايا كان يكون في بيتي غالي علي وبحب احافظ عليه. فانا بحب اغطيه كده لما يكون هعمل حاجه في المطبخ. هتعملي يا هدى في المطبخ هعمل معاكي حته عملي كده عشان اديكي من بعض النصايح اللي ان شاء الله باذن الله تطبقيها في بيتك وتنجح معاكي، وان شاء الله باذن الله يكون سبب على انك تقومي تشوفي اللي وراك. انتوا عارفين المطبخ زي الفل. هتبداي في المطبخ تنظيف عميق والمطبخ بيبرق زي الفل. يا حبيبتي عشان ننظف في المتنظف ما ياخدش وقت وما تكركبيش نفسك. مش عشان انا هعمل تنظيف عميق وهنقول بسم الله ونخش على المطبخ نخليه بقى يقلب يعدل. لا، كل الرخامات الامن مستتب والدنيا ايه ايزي يا عزيزي زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات كان في حبه نمل هنا حبه حلوين عاملين مؤتمر. بصوا اهو والله العظيم لو اوريكم النمل اللي مبهدل هدى علي. شايفين يا بنات ولا؟ بصوا بقى اهي شايفين كانوا حاجه كتيره عاملين مؤتمر يقولوا احنا رحنا على الرخامه ما فيش اكل، رحنا على الزباله ما فيش اكل، رحنا لفينا في الشقه هنا ما فيش اكل، وبرضه قاعدين وانا عماله اغسل فيهم بالميه. بصراحه موت ضحايا كتير عشان ابقى صريحه معاكم. وعلى الحوض بتاع الوش مخليه زي الفل مصوره معاكم. كنت ابغى اوريكم بس مش هينفع اوريكم دلوقتي. انتوا عارفين الصيف وعمايله قسما بالله. وبرده عليه بيتمشى مفيش حاجه يعني. هم داخلين هيموتوا وبرده قاعدين يعني. نروح فين ونيجي منين؟ انتوا جيتوا من منور تطلعوا من منور تاني. الله المستعان على النمل يما. الله المستعان. ما تخليش رخامتك وسخه ولا تخلي عليها زباله. قسما بالله النمل هيقطعك. بصي بقى انا الصبح قرصتني واحده يعني علمت عليها. عشان كده انا النمل والدبان واي حشره الاقيها هبصوا هفجرها. قسما بالله هفجرها كده. ايه بنا سامحني يا رب سامحني يا رب عشان هم اذوني. وربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش ان اي حد يأذي حد. يعني بيقول لك البني ادم ما يأذيش اخوه البني ادم. فاهمين انتوا ازاي؟ طب دي حشره واذتنا بصراحه فنقتلها بقى ربنا يسامحني. المهم انا هعمل ايه. تعالى اوريكم الغساله وهاخد فنجان الروقان وهاجي اوريكي هنعمل شويه حاجات هنا ايه حاجه فاخر من الاخر. يلا بينا. بصوا يا بنات شغلت الغساله زي ما انا قلت لكم. خدت وشين من المراتب بتوعت شقه البلد يا بنات. اول ما سحبت حطيت شويه اريال دعكت وطردت التاني وحطيت وسحبت تاني وحطيت شويه اريال وشويه كولوريكس وزودت ميه. بس ما رضيتش يا بنات ازود ميه كتير علشان خايفه من الفقاعات اللي انا قلت لكم عليها دي والرغوه الكتيره تطلع لي من الدرج فوق. فهي كده بقت سهله مهله. وهي خدت 2 تخلص ان شاء الله خالص. واحط لها دونه واطلعهم واحط التالتة عشان اخلص من الحوار ده خالص. شايفين يا بنات لما راح عند المنجد انا معرفش اللون بيرمل ولا دي وساخه. شايفين عشان هو كرميهم الله يسامحك يا علاء الله يسامحك. كرميهم يا بنات وحط عليهم بلاوي. اخر حاجه كانوا من تحت عشان نجيبهم قعد يدور عليهم يجي نص ساعه. الله المستعان. تعالوا اوريكم هنعمل ايه في المطبخ. يلا بينا. اهلا حبايب هدى علي عاملين ايه اخباركم؟ بسم الله. هنبدا تنظيف عميق في المطبخ. هنعمل ايه؟ انتوا عارفين يا بنات ان انا دايما ابدا من تحت لفوق ومن جوه لبره. ماشي حالي ماشي حالي هدى علي. فالنهارده هنبدا من تحت لفوق. ليه يا هدى علي؟ هقول لك ليه بس استنى اشوف الكاميرا بتصور ولا لا. ربنا يهدي عليا التليفون يا بنات عامل عمايله معايا. فعشان كده بيفصل. عشان كده بروح اشوف وارجع تاني. هتبداي ليه يا هدى علي من تحت الفوق. هوريكي. هنشيل الطاسات دي هي مغسوله ونظيفه زي الفل زي ما انتم عارفين هدى علي. بصوا النمل عامل عمايله. حبايبي طبعا انا غطيت البوتاجاز وانتوا شفتوا معايا. الفرشه دي مغسوله يا بنات انا غسلاها امبارح. الشباك ده والشفاط داخلين في شهرين او 3 شهور ما اتعملوش. ليه انا عملته مش عارفه 20 رمضان ولا
15 رمضان ورحت البلد وجيت عماله تنظيف عميق بره في الشقه الحمد لله، فما عملتش بصراحه اي حاجه في الشفاط. شايفين بسم الله ما شاء الله. المهم السلك بتاع الشباك حبايبي وسخ وسخ وسخ، يعني ما ينفعش انزل اعمل الشفاط واخد الورد اللي انتوا شايفينه ده كله والساعي وابدا من فوق واجي اشغل الفرشه تاني على السلك، هتطلع لي الترابه كله على اللي انا عملته. فانا هعمل السلك اخليه زي الفل علشان اعمل الشفاط واخد الورد ده كله يا بنات اشيله وانقعه بميه. هوريكم ميه وكلوريكس علشان ما يطلعش عليه حاجه تاني، وبعد كده هبقى انزل للشباك براحتي. المهم ان انا اخلص من الترابه خالص. هعملها معاكم عملي، بس محدش يفكر اني هعمل المطبخ او الحته دي عملي معاكم في الجو اللي انتوا شايفينه والعنار ده، واطلع على السلم وانزل. هوريكم الحتت اللي انا عايزه اوريها لكم عشان تمشي بيها عندك في بيتك، بس مش هعمل كله معاكي عملي، هو نظري قبل وبعد كده حلو ورضا. تعالوا نقول بسم الله نعمل السلك. الفيشه بتاعت الشفاط بره هنشيلها برضو عشان لما اشيل الشفاط اشيله بيه. لا تعليق. تعالى اوريك الشباك، لا تعليق. بص بقى، بص السلك زي الفل. الشبابيك اللي هناك دي فخر العرب، شبابيك ملهاش حل بسم الله ما شاء الله اكبر. الشبابيك التانية اللي خليتها زي الفل معاكم، اللي هناك ده بتاع الانتريه وده بتاع الصاله، خليتهم ايه بقى بيرفكت. شايفين؟ ابغى اوريكم يا بنات. المهم عفوا يا بنات، خليته زي الفل زي ما انتم شايفين حاليا. مش هطلع الشباك، ركزي، مش هطلع الشباك ده كده. احنا عملنا السلك شايفاه، واحتمال بعد ما اطلع الشباك اعدي عليه تاني، هو بيجي زي الفل اهو. شايفينه اهو. هعمل انا بقى ايه، هروح اجيب السلم اوريكم. هشيل الشفاط وهاخد الحاجات دي كلها كده يا بنات ننقعها مع بعضنا. تعالوا اجيب السلم واوريكم هنا بعمل ايه. يلا بينا. بصوا يا بنات، انا جبت السلم وانتوا عارفين ان انا حاطه ده عازل عشان ما يجرحش الشباك او الحيطان. وهطلع بسم الله. انزل الشفاط، عارفين ان انا حاطه حته على البوتاجاز. لازم الشفاط ده يتغسل يا بنات، لازم، مش الوش بس.
يا قمر، كل اللي انت شفتيه ده هنخش الحمام نعمل له عمليه نقع، عليه وبر وعليه دهون، والله المستعان. طبعا انا لحد كده هوريكم عملي نظري مش عملي. شايفين الوبر؟ عشان كده انا شلت، حاطه هنا ورق الالومنيوم اللي انتوا شفتوه بياخد الوبر والدهون كله، انا شلته وقصده متعمده اشيله. انتوا لو تعرفوا المكان كله حاليا فيه وبر بيجري في كل حته. قبل ما ننضف، عشان ننضف على مزاج المزاج. طبعا ده انا هعمل واوريكم. هيتغسل المكان ده كله بالسقف بتاع مكان الشفاط، وهخلي الشفاط والورد زي الفل. ده هيبقى قبل وبعد كده. هنخش على النظري كده، العملي كفايه، بس هوريكم. خد على تمام. بصوا حبيبتي، حتى الساعه بتنزل وبتتلمع وبتبقى زي الفل. هخليها هنا كده على الطاسه عشان ما تقعش. شفتوا اللي كان واللي راح واللي جه؟ ده هدى علي. تعالى اوريك هنعمل ايه في الحمام، يلا بينا.